الحقيقة في رجالة طيبين قوي، يقولك ايه، يقولك هو انا لما بعرف واحدة على مراتي كده في السر، هو ده لمصلحة مين؟ مش ده لمصلحة مراتي؟ ما انا لما يبقى ليا كده واحدة كده بقضي معاها وقت لطيف، هرجع البيت مش هتخانق مع مراتي، وتبقى علاقتنا حلوة متزنة، وهبقى هادي كده من جوايا ومش هيبقى فيه خناقات. شفتوا بقى ان انا بعمل لمصلحة مراتي؟ واللي حضرتك ما تعرفوش ان المختصين يقولك ان العلاقات احتياجات. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو مع الست اللي بره دي ضحكت بره وهزرت بره واتبسطت بره ولمست بره وقربت بره، هترجع بيتك عامل ازاي؟ مستنزف خلاص. انت لا طايق تسمع صوت مراتك ولا طايق تبص في وشها، وهتبقى دايما شايفها قليله، لان هي قصاد العلاقه الحلوه اللي بره اللي مليانه نشوه وحاجات حلوه مراتك ولا حاجه. فمين اللي قال ان ده لمصلحه الست مراتك؟ لا طبعا يا جماعه، ده مجرد مبرر. تاني حاجة، في رجالة كتير بيقولوها، يقولك احنا مجرد اصدقاء، احنا في الفريند زون، ما تقلقش، والله دي مجرد واحدة بفضفض معاها، صديقة بس يعني بفتح قلبي ليها كده، ما تقلقش احنا مش هنقع في الحرام والله. وخلي بالكوا احنا مجرد اصدقاء دي وقعت ناس كتير في الزنا والعياذ بالله. ليه برضو؟ لان برضو المختصين قالك ان حضرتك كراجل متجوز، ممكن يكون مثلا بقالك 15 سنين متجوز، اللاوعي عندك اتبرمج على ان العلاقة الجنسية هي احدى طرق التعبير عن الحب. حضرتك مش في تالتة اعدادي ولا في الثانوية العامة علشان تبعت رسالة كده بحبك وحشتيني لما تحب تعبر لها عن حبك، مش هتبعت لها رسالة على الموبايل. حضرتك راجل متجوز وعارف ان العلاقة الجنسية هي احدى طرق التعبير عن الحب. لما ده يحصل انت مش هترجع لورا، بالعكس انت ممكن جدا تقع في الغلط، لان انت اتبرمجت على كده. انت مش لسه عيل صغير، انت واحد متجوز، فممكن جدا تقع في الزنا والعياذ بالله، وشفناها كتير قوي. فبلاش احنا مجرد اصدقاء وعمرنا ما نقع، لان ما حدش كبير على الغلط، وناس كتير وقعت، وكل اللي وقعوا يقولك احنا ما كناش نتخيل ان احنا ممكن نعمل كده. وفي طبعا يقولك مبرر لذيذ قوي، يقولك انا عايز واحده تقويني على مصاعب الحياه، تقول لي الله يعينك الله يقويك انت بتتعب قوي، اصل مراتي مقصره وما بتقوليش كلمه حلوه. هو صح، يعني الكلمة الحلوة من الست بتقوي الراجل قوي، يقدر ينحت في الصخر لو مراته بتقويه وبتدعمه. بس هي النية تمام، بس الوسيلة حرام. طب ما اروح اطلب ده من حلالي، يعني انا اروح لواحدة في الحرام واقول لها قويني على مصاعب الحياة. واخر حاجة الحب، يقول لك بص بقى عشان ابقى صريح معاك، انا بكلم واحدة تانية في السر علشان ما بحبش مراتي، مش دي قصة الحب اللي كنت عايزها. طب حضرتك افتكر مقولة سيدنا عمر لما واحد راح له وقال له انا عايز اطلق مراتي ما بقتش بحبها، سيدنا عمر قال له ايه؟ وهل تبنى البيوت على الحب فقط؟ هو كل البيوت اللي احنا شايفينها دي مليانه حب وغرام وانتقام وحاجات مولعه لا، في بيوت كتير قايمه على المسؤوليه وتربيه العيال والموده والرحمه والسكن. يعني الحياه مش كلها حب مولع بقى وهيام والكلام ده كله. فخلي بالكم، كل دي ألاعيب شيطان بيضحك عليكم. مفيش مبرر للخيانة، واللي يروح يكلم عشيقة في السر مفيش مبرر للحرام.